يا صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. معلش بعتذر على صوتي، البرد مبهدلني. اول حاجه هنقولها ربنا يشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض يا رب، بتألم من اي تعب. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنبدأ بنقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل معاكم حاجه كده حلوه وسهله وسريعه. انا مش عاملاها لوحدي بصراحه، لان احنا عاملين كميه كبيره، فمش انا لوحدي اللي عامله. النهارده هنعمل مع بعض حاجه اسمها المخروطه. معرفش انتوا تعرفوها ولا ما تعرفوهاش. المهم ما علينا، اللي ما يعرفهاش هيعرفها معانا. في ناس بتقول عليها القدوسيه، وفي ناس بتقول عليها مخروطه، بتختلف من كل مكان لمكان. تمام تمام، احلى اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل كده مع مطبخ علي عادي، هنعمل مع بعض المخروطه. احنا هنا كان معانا 4 كيلو دقيق، هما كانوا 6. 2 كيلو بتفصليهم على جنب، هوريكوا هنعمل بيهم ايه. وعجننا ال4 كيلو دقيق، كل اللي بتعجني بيها مية وملح. شفتوا عجينة الفطير؟ هي زي عجينة الفطير. شفتوا عجينة الرق؟ هي كلها عجينة واحدة. هي بتحطي الدقيق كده، بتنخليه وبتنزلي عليه بمية وذرة من الملح، وحبة ملح كده في المية، وتنزلي عليه. ادي اهو جبتلكوا تاني الدقيق من اوله، لان احنا عملناها على طبقتين بس. كل مرة 4 كيلو دقيق. هو جايبين 12 كيلو، اتنين كل عجنة شلنا اتنين. تمام، كل عجنة شلنا ايه؟ اتنين. 2 كيلو دقيق والاربعة بنعجنهم، وبتنزلي بالمية كده واحدة واحدة كده لحد ما العجينة ايه تلم معاكي. اول عجينة الكاميرا كانت مش عايزة تصور، فجبت ايه العجينة التانية ايه عشان تعرفوا ايه الدنيا ماشية ازاي. بصوا، بتعجني كده لحد ما العجينة هتلم معاكي، هتوقفي. هي بتحب تتخدم او في العجن زي الفطير زي ما اتفقنا. تمام، اعجني كده يا علياء. وكانت معايا ماما واخت جوزي بيساعدوني. بصوا، بصوا بدأت تلم معايا ازاي. شايفين؟ شايفين شكل العجينة؟ اتعجنت. انت لما تديكي الملمس ده تعرفيه ولا عايزة دقيق ولا عايزة عجين. همسكها اقرصها كور كده، واروح ايه هرشف في صينية حلوة كده محترمة حبة دقيق، وامسك بقى ايه اكور 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 كده ايه، زي ما بتكوري كده عجينة الايه، زي ما بنعمل كور للفطير. بس دي اسمها يا جماعة المخروطة، والله العظيم حاجة كده وهمية. وهعملها معاكم بقى بعد، بس يعني اما تشوفوا النتيجة الأخيرة هنشكلها ازاي بعد كده وبنعمل فيها ايه. تمام، كورتها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كورتها بالشكل ده وهغطيها. ماشي. وتعالي بقى هنا على ترابيزة كده، جبت حبة دقيق، هي استريحت معايا العجينة. وجبت حبة دقيق، دي مكنة المخروطة، ورحت مبططة كده العجينة وانزلها كده في المكنة. ما عندكيش مكنة، في يوم هنعملها يدوية خالص. بص المكنة، بص المكنة فردت لي العجينة ازاي. ادي اول حاجة فردتها لي. طبعا هرش على دقيق كده وانزل عليها بالدقيق عشان ما تلزقش ببعضها، لان انا عايزة اعمل كذا واحدة وبعد كده اشتغل في التقطيع. تمام تمام. صلوا بقى كده على الرسول الكريم، مع قولوا كده اللهم صل وسلم وبارك على احلى مخروطة بتتعمل. تمام. بصوا بقى، فردنا اهو، وهنفرد تاني. مبططي كده تبطيطة بسيطة عشان تخش بس معايا في المكنة. وعايزة اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني يقول لي عارفها، يقول لي انا عارفها، ويقول لي بيستخدموها ازاي وبيعملوها ازاي. بصي، بططي بططي ونزلي في المكنة وحطي كله فوق بعضه. طبعا سامحوني، ايد بتصور وايد بتعمل. بصي، اللي تتبطط احط فوقيها، اللي تتبطط حطي دقيق. طول ما انت حاطه دقيق الدنيا امان. بصي، لازم تحطي دقيق كده في المكنه عشان العجينه ما تلزقش، تتخرم، تتعمل، مفيش اي مشكله، ولا في اي مشكله لاي حاجه، زي الفل. بصي، الحاجات دي بتبقى عايزه لما، لان احنا بسم الله ما شاء الله ما بنيجي نعمل بنعمل كميات. حد بيدور وحد بيقطع، وبسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يخلي ويبارك كل اللي بيساعد معانا. يعني وكل كان فرحان. بيبقى حاجات كده من طقوسات كده
العائلات، الحاجات الجميلة كده. في حاجات كده يا جماعة، في ناس مهما حصل ما بتتغيرش. بصي بقى، نزلتها في المكنة من الناحية التانية. بصوا نزلت معايا ازاي، عاملة ازاي، شرايط شرايط كده حلوة اهي. بصوا، بصوا، ونحط وناخد تاني، ونحط وناخد تاني. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا بقى هنا بنزلها في قلب دقيق تاني. عرفتوا بقى ال2 كيلو دقيق اللي انا شلتهم في كل مرة، وهتحتاجي دقيق تاني. شبعيها بالدقيق عشان تبقى حلوة معاكي وما تلزقش. وهنا معايا مصفى، كان المفروض يبقى معايا غربال بس للأسف ماما نسيت تجيبه معاها. بصوا بقى عمالة بص اعمل فيها ايه، شايفين؟ لازم تعملي كده عشان تنطري الدقيق منها، وفي نفس الوقت تشبعيها من الدقيق وما تلزقش ببعضها وتبقى كلها عجين. ده هو كان يوم دقيق في دقيق بصراحة. بصوا، سلكي بقى كده لو في حاجة لازقة ببعضها سلكيها كده واعمليها، هتبقى فل الفل. هنا بقى معايا المصفى الكبيرة بتاعة الكسكسي، حلة الكسكسي. بتفردي فيها حتة نضيفة أو ملاية تكون عندك بتستخدميها للكسكسي والمخروطة. وتحطي في الحلة مية، طبعا المية ما تطولش المصفى، وتسيبي المية تغلي في قلب البتاع دوت. وبعد كده بنحط حبة من المخروطة، وبعد كده ما بنحطهاش كلها مرة حبة، وبعد كده بننزل عليها بالباقي زي ما احنا ايه شايفين كده. كل شوية تفتحي وتحطي حبة كمان. بسم الله ما شاء الله. الحلة دي لو بتعملي فيها كسكسي بتاخد بال5 كيلو مرة واحدة. بصي بقى، لازم تحكمي الحاجة اللي بتسوي فيها كسكسي او المخروطة، تحكميها حكمة ايه، قوية وحلوة. تمام تمام. بصوا بقى، ولسه هننزل عليها بالغطا، المهم ما يكونش فيها اي تنافيس او اي هوا. بصوا، حطيت كمان ملاية تانية، وهنزل كمان بايه، بالغطا. ويروح تشتغل تاني، اعمل دور تاني عشان خاطر ايه، ما نوقفش نفسنا. هي بتاخد تسوية من حوالي ساعة على النار، بتاخد ساعة، مش بتاخد دقيقتين ولا 5 دقايق، عشان تبقى حلوة ومفلفلة وجميلة. المخروطة مش زي الكسكسي بتترد كذا مرة، لا هي مرة واحدة اللي بتتعمل. بصوا، بصوا المنظر. كنا زمان الأول بنعملها بنقطعها بإيدينا يدوي وكده، دلوقتي بقى مفيش الكلام ده. بصوا، لازم أول ما تتقطع في الدقيق كده وتتعمل على طول. بصوا بقى هنا، أول ما نزلت من على النار فضيتها في طبق بلاستيك، بس في حتة ما جاتش معايا، أنا حطيت عليها زبدة. زبدة أهو، حطيت عليها زبدة بتخليها تحفة وجميلة. بصوا، حطي كده حتة يعني أنا حطيت على ال4 كيلو مخروطة، اديتها كيلو من الزبدة. وبمسكها بقى كيسها وبروح شايلها في الفريزر وقت ما عاوز. في ناس بتحبها بشوربة، في ناس بتحبها بلبن، في ناس بتحبها بسكر، في ناس بتحبها بحلبة حصى. بتتعمل بكذا حاجة، هي حاجة جميلة جدا جدا جدا. واخواتنا اللي في الريف والصعيد اكتر ناس هيبقوا عارفينها. اللي مشتركش بقى في القناة يشترك فيها فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب لمع مطبخ علي علي. احلى اخوات، عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها. وبصوا على الجمال. اسيبكم في حفظ الله، احلى اخوات في الدنيا مع المخروطة. باي باي.